السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عملت صينية فراخ بالبطاطس في الفيديو دوت بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا، وعايزة اقول لكم بقى طعم وريحة وشكل ولون خطير. ولو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشتراك في القناة. ودلوقتي بقى انا جبت الصينية الفخار ديت، ولو ما عندكيش صينية فخار ممكن تستعملي اي صينية عادي، اي حاجة عندك كده. بس انا حبيت اعملها في الفخار بقى كده، بيدي طعم وريحة كده. وعندي بصل كده قطعته حلقات وحطيته كده في ايه، عملته كده في الصينية بتاعتنا. وعندي بقى فلفل رومي وقرن شطة كده، لو انت مثلا مش عايزة تحط القرن الشطة ممكن تستغنى عنه. وبعد كده هجيب بقى ايه، شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود، نتبل كده البصل بالفلفل اللي احنا ايه عاملينه اهوت. وايه، وتاخدوهم تقليبة كده مع بعضهم كده زي ما تكوني ايه بتتبليهم كده، عشان ايه يعني ايه اندمجوا مع الملح والفلفل وكده. وبعد كده هقوم جايبه بقى ايه رصه طبقه من البطاطس. وعايزه اقول لكم حاجه، ان انتوا لما تكونوا بقى مقطعين البصل بتاعكم والفلفل والبطاطس ومحضرين كل حاجه كده، يا دوبك تعمليها على طول في الصينيه، مش هتاخد منك اي وقت خالص. وبعد ما حطيت اول طبقه من البطاطس، نزلت برضو بباقي البصل كده عليها بالشكل ده. وبرضو هنزل برضو بباقي الفلفل الرومي والقرن الشطه. طبعا انا ما بحطهوش كل مره واحده، بوزعه كده اهو. وبرضو هنزل بالتوابل بتاعتنا، اهو شوية من الملح وبرضو شوية من الفلفل الأسمر اهوت. وعندي بقى بحط انا على طول دوت ايه بقى شوية من الكمون كده. وبحب بقى انا ايه بقى السبع بهارات ديت اللي انا بحطها ديت على طول موجودة عندي، وبحطها في غالب الاكل بتاعي والغالب بتاع الوصفات بتاعتي بحطها عليها يعني. واحط بقى برضو شوية من البابريكا، طبعا معلقة معلقة كده، معلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين حجم المعلقة قدامكم بالشكل ده. ودولت بقى ايه شوية من الكاري، بيبقى مع البطاطس خطير خطير. ومش عايزة اقول لكم بقى يعني بصوا بيبقى تحفة. واقوم بقى مكملة بقية البطاطس بتاعتنا، ونسيبه بقى ايه جزء كده نحطها بقى في الجناب كده، ونسيبه الجزء دوت لايه اللي احنا نحط فيه الفرخة اهو. بس اول حاجة بقى هنعمل التتبيلة اللي هنتبله بيها الفرخة. انا كان عندي شوية من البصل باقيين ما حطيتهمش كده مع البطاطس. هبدأ بقى ايه اضيف عليهم بقى التتبيلة بتاعت الفراخ بتاعتنا. عندي كده معلقتين من الصلصة، واضيف عليها كده معلقة من البابريكا، ومعلقة كده من الفلفل الاسمر، ومعلقة من الكاري. بيبقى مع الفراخ برضو خطير يعني الكاري، وبيبقى مع البطاطس والفراخ تحفة. وعندنا الفلفل الأسمر اهوت. وعندنا بقى ايه، ده بودرة الدمجلاس دي في المشاوي بتبقى خطيرة في الفراخ تحفة، وريحتها جنان 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 يعني. بصي تحفة جدا بودرة الدمجلاس دي، روحي جيبها من عند العطار، رهيبة رهيبة. ونحط بقى شوية ملح، بس راعي الملح اللي انت بتحطيه عشان الحاجة ما تبقاش حادقة منك اهوت. واخر حاجة بقى هنضيفوها معانا معلقة من العسل الابيض. بصوا كده العسل النحل اللي هو ايه، عسل النحل هو العسل الابيض، نضيفه كده ايه معلقة منه. ونقلبه بقى كل التتبيلة بتاعتنا الحلوة ديت كده مع بعض. انتوا عارفين انتوا لو موجودين بقى ساعة التتبيلة دي كده وانت بتعملوها هتشموا ريحة خطيرة جدا. ونجيب الفرخة بتاعتنا بقى، وناخد بقى ايه البصل اللي هم شوية البصل مع التتبيلة بقى دولت، ندخلوهم كده نحشي بيهم ايه الفرخة بتاعتنا كده بالشكل ده اهو، زي ما انتوا شايفين كده اهو كده. اكنك بتحشي حاجه المحشي كده، فانت ايه بتحشيها كده. وبعد كده بايدينا بقى الجميله ديت ناخده بقى التتبيله وايه بقى ون- وندهن بقى بيها الفرخه كده بالشكل دوت. تبقى بصوا مش عايزه اقول لكم الفرخه هتبقى عامله ازاي، تحفه تحفه تحفه. بصوا
اهو. تاخدي بقى تتني بقى الفرخة بقى ايه كده، كل جزء فيها تتنيه بالشكل ده. وبعد كده بقى نشيل الفرخة بتاعتنا ونحطوها على صينية البطاطس اهوت كده. سمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخة بتاعتنا اهي حطيناها، وبقت كده صينية البطاطس بالفراخ بتاعتنا جاهزة. وننزل بقى بشوية من عصير الطماطم. بجد انا كنت عصرة بالظبط بجد، يعني 3 طماطمات متوسطات يعني عصرتهم كده. وتنزلي بقى بشويه من الميه، يعني يا دوبك يعني ايه، يبقى اقل من النص بشويه كده. او لو عندك شوربه تبقى خطيره جدا. بس انا هنزل بشويه من الشوربه، وانزل بمعلقتين من الصلصه كده بالشكل دوت اهوت. يعني بقى عايزينها بقى صينيه بطاطس كده جميله، يعني صينيه بطاطس بقى بالفراخ. وتبقى كده صينيه البطاطس جاهزت معانا، ندخلوها على فرن عالي الحراره. واول ما تبدا تغلي معانا كده ايه نهدوها لغايه ما هتطلع وتبقى قدامكم بالشكل الخطير دوت. خطيره جدا جدا جدا. شوفوا شكلها وشوفوا لونها، بجد هتعجبكم جدا. واشوفكم على الفيديو الجاي على خير، ومع السلامه.